السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل مع بعض اسهل تحلية بجد. طريقة الوافل الجبارة اللي بجد يعني مش تاخد معاكي اكتر من 10 دقايق، وهتكون الكمية دي واكتر كمان جاهزة معاكي. طريقته حلوة جدا، يعني الحقيقة رحنا في مكان كده ناكله وافل، لقينا القطعة بس الصغيرة كده ما فيهاش اي حاجة، ب70 جنيه وما فيهاش اي افتكاسات يعني. فقلت اعملها معاكم ونجرب ان شاء الله الطريقة وتكون سهلة قوي. طريقة الوافل مفيش افضل ولا اسهل منها. المكونات بتاعتها طبعا بسيطة جدا، يعني بيض، دقيق، كل ده موجود. فان شاء الله تكون التجربة بتاعتنا هنا او الطريقة تكون كويسة وتستفادي بيها. قبل ما ابدأ الفيديو يلا نصلي على النبي كده، ومننسوش نضغطوا لايك حلو علشان نشوف المكونات معانا مفيهاش ابسط ولا اسهل من كده. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتي عبارة عن ايه. انا عندي هنا هشتغل بالاكواب المعيارية، او ممكن تشتغلي باي كوب توحدي بيه المكونات بتاعتي. تمام، انا هنا هشتغل بالكوب المعياري، وده بيكون اضمن وافضل، بس طبعا عادي ممكن تشتغلي بكوباية واحدة الكميات كلها اللي انت عايزاها. انا هشتغل على 3 كوبايات دقيق، يعني هشتغل كده، يعني 3 كوبايات دقيق هيعملوا لنا حبة محترمين جدا، يعني مش مثلا 5 ولا 10 ولا حاجة، لا هيعملوا حبة حلوين قوي. انت طبعا على قد الاحتياج بتاعك هتشوفي معايا في نهاية الفيديو سواء هتعملي 3 ولا لا. اول حاجة هنا حطيت ال3 كوبايات دقيق وضفت لهم معلقتين سكر. تمام، ومعلقة من البيكنج باودر، معلقتين سكر عادي ولا ناعم ولا حاجة، عادي جدا من العلبة. وهقلب المكونات الجافة، وهنا نبقى احنا كده خلاص خلصنا المكونات الجافة. كل المكونات الجافة طبعا انا نخلة الدقيق، وضروري طبعا اي وصفة بنعملها لازم اهم حاجة ننخل الدقيق علشان تديني هشاشة كده في الوصفة بتاعتي وتبقى حلو كده. خلاص هنركن بقى المكونات الجافة على جنب، ويلا بينا نشوف هنكمل في بولة تاني او في طبق تاني. عندي 3 بيضات. البيض ده بيض الاحمر مش البلدي الصغير، يعني البيضة الكبيرة، ونزلت عليه بالفانيليا. وهنا بقى هحط نص كوباية من المية ونص كوباية من الحليب. ليه نص كوباية من المية؟ المية بتديله قرمشة كده بجد حلو، يعني ما يقعد معاكي ما يتراش زي ما مثلا لما يبرد كده وزي ما بناكلوه من بره. فبجد يعني نص مية ونص حليب دي بتفرق جدا في موضوع القرمشة بتاعة الوافل. ومكسنا كده وقلبنا كله على بعض، وبعدين اخر حاجة نزلت على الخليط بتاعي بنص كوباية من الزيت. تمام، ممكن تحطي مثلا ربع كوباية من الزيت وتكملي مثلا معلقة سمنة كبيرة كده، هيبقى تمام مفيش مشكلة. بس أنا بصراحة من الناس اللي بتحب الوافل يكون فيه قرمشة كده ويبقى حلو. قلبي بقى المكونات بتاعتك زي ما انت شايفة كده، تقليب كويس. والحقيقة هنا مش محتاج بقى ولا خلاط ولا مضرب كهرباء ولا أي حاجة، كله الموضوع بالمضرب اليدوي اللي زي ما انتوا شايفين. وبنزل بالدقيق حبة حبة علشان ما يتكتلش معايا وفي نفس الوقت يكون ناعم. هنا بقى في ربع كوباية من الحليب. انا ما ضفتش النص كوباية كاملة، بس علشان في الاخر كده ساعات في دقيق بيشرب الكمية كلها، فانا بحرك بالحليب، يعني مثلا من وقت للتاني بدي حوالي معلقتين كده. المهم ان هي الكمية كلها نص كوباية من الحليب. قلبي بقى لحد الخليط ما يكون ناعم زي ما انت شايفة كده بالظبط. انا هنا مش بريح خالص العجين، بشتغل على طول. يلا على المكنة بتاعتي بقى. على فكرة في بديل المكنة بتاعت الوافل، في زي آلات كده سيليكون أو خامات سيليكون، دي بتدخل الفرن وما بتقعدش أكتر من 5 دقايق، وده البديل بتاع المكنة. هنا كده أول سخنتها، وأول ما بدأت تسخن كده ادتني الإشارة الخضراء بتاعتها. هشتغل كده المكنة سخنت وهشتغل على طول. أنا هنا للاحتياط، يعني علشان ما يلزقش ولا حاجة معايا، اديتها كده فرشة كده من الزيت الطبقتين، لأن هي وش وظهر زي ما انتوا شايفين. وهنزل على طول بالخليط بتاعي. عايزة أقول حاجة في موضوع أنا هنا اشتغلت بالمغرفة العادية، ممكن تشتغلي بفنجان قهوة مثلا صغير. أول واحدة تجربي هتشوفي هتاخد الكمية قد إيه معاكي، واشتغلي ووحدي الموضوع علشان يكون معاكي كل الوافل مقاس واحد. أنا هنا أول واحدة جربتها كده لقيت أخدت مغرفة مليانة، فأنا خلاص بقى بقيت أشتغل بالمغرفة على طول. لو انت عايزة تعملي كده تمام، مش عايزة ممكن بفنجان قهوة كده جربي القطعة الأولى أو القطعة الواحدة هتاخد معاكي قد إيه.
قفلت على المكنة بتاعتي هنا يلا، ولسه هنا اللمبة حمراء، يعني هي لسه في مرحلة التسخين، وأول ما تديني الإشارة الخضراء يبقى أنا تمام كده الوافل بتاعي زي ما انتوا شايفين. هنا بقى ما شاء الله كانت الريحة بجد جبارة. أنا من الناس زي ما قلت لكم إن أنا بحبه مقرمش شوية، فسيبته يعني دقيقة كده، دقيقة ونص، علشان يزيد قرمشة كده ويبقى معايا زي ما أنا عايزة. هو طبعا طريقته ما فيش أي حاجة ولا أبسط من كده بجد، يعني انت ممكن تعمليه وانت قاعدة كمان، مش شرط تكوني في المطبخ. حضري كل الحاجة بتاعتك و في الساعة اللي احنا فيها دي بصراحة، يعني أنا باخده كده مع الولاد وبفضل قاعد اللي يطلع على طول من المكنة بياكلوه، وده بجد بتبقى حاجة حلوة والولاد بيتبسطوا جدا بالحاجات دي. هنا كان الدور التاني، أنا زي ما قلت لكم أول مرة بس عملت زيت أو حطيت فرشة كده بالزيت علشان للتجربة يعني، لكن بعد كده خلاص ما ضفتش زيت ولا أي حاجة. ودي كانت تاني دور من الوافل، وعايزة أقول لكم أنا كنت مش ملاحقة عليه، لأني كانت ما شاء الله المكنة بتاعتي اشتغلت وكانت حلوة قوي معايا، سريعة جدا، وفي نفس الوقت يعني ايه كل اللي يخرج الولاد ياكلوه، فالحمد لله ان انا لقيت حاجة يعني اصورها واظهرها في الفيديو. هنا الجنب التاني حاولي وانتي بتضيفي الخليط ما تكونش في حتة كده فراغ فاضي ولا حاجة، وفي نفس الوقت ما تملهاش قوي علشان ممكن تفور منك ويعني وتخرج من الجناب، وده طبعا تهدير في العجين، وفي نفس الوقت مش هيديك الشكل المتساوي اللي انتي حباه. هنا قفلت على تاني دفعة لحد ما تستوي معايا، وكانت تاني دفعة بالشكل اللي انتوا شايفينها بقى. عايزة اقول لكم والله كان فيها قرمشة كده جميلة، يعني انا من الناس اللي ممكن احط سكر بودرة، احط شوية عسل نحل عليها فبتبقى جميلة. مش شرط مثلا تحطي شوكولاتة او تحطي حاجة، لو مش متاحة عندك عادي جدا شغلي نفسك بأي حاجة، شوية سكر، شوية عسل اسود، شوية عسل نحل، زي ما انت حابة. انا هنا عايزة اقول لكم دي تالت دفعة انا بعمل لكم رقم 3، وكانت دي فعلا كانت تالت دفعة ما شاء الله، كانت جميلة جدا. دول الحقيقة اللي لحقت اشيلهم علشان التصوير. حابة بقى تحطيه مكعب كده زي ما هو، مربع كده زي ما هو، انا علشان اسهل موضوع انك تاكليه كده بسهولة، فانا بصراحة بقطعه بالشكل ده علشان تعرفي تمسكي القطع كده وتاكليها على طول. طبعا ما فيش شوكة ولا حاجة، هي بتتاكل بالمنظر ده. بصوا شكل العجين ما شاء الله بعد التسوية، بصوا شكل الوافل بقى جميل، يعني حاجة كده ما شاء الله جميل جدا. في نفس الوقت مش مسكر قوي ولا هو مثلا قالل في السكر، لا هو كده مظبوط جدا. طبعا انا عندي هنا جناش عملته كتير جدا معاكم في القناة، وعندي كريم، وعندي هنا برضك كراميل كنت فعلا عاملاه معاكم في القناة، فأي حاجة ممكن تزيني بيها زي ما قلتلك، يعني هي ممكن عسل، ممكن سكر بودرة، ممكن مربى، زي ما انت حابة. وكده انا خلاص بسم الله ما شاء الله خلصت الفيديو، كانت الكمية محترمة جدا. عايزة اقول حاجة، ما تنسونوش في اللايك، واشوفكم بإذن الله في فيديو تاني.